عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما ننسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وكمان ما ننسوش ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم. اللهم انصرهم واجبرهم جبرا مبينا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهدائهم واشفي جرحاهم واربط على قلوبهم بالصبر والإيمان يا رب العالمين. حبايبي ومتابعين المحترمين، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل علشان يوصلكم مني كل جديد. النهارده هنتكلم عن البث المباشر اللي كان طالع بيه حماده. طبعا انا بعتذر طبعا لان الفيديوهات دي يعتبر متاخره، بس فعلا والله عندي ظروف فاسمحوا لي، وفي نفس الوقت ما برضاش يعني اعدلكم كل اللي عدى يعني، فبشتغل معاكم في كل اللي حصل وكل اللي طلع وكل اللي عمل بثوث. لازم اتكلم معاكم فيها طبعا، علشان حبايبي ومتابعيني بيبقوا مستنيين الفيديوهات بتاعتي، فهنتكلم في كل التفاصيل. المهم الفيديو ده طبعا كنت انا نزلت جزء من اللايف ده، هو وحماده كان بيتكلم، والجزء ده انهيار هناء علشان خاطر اولادها، وطبعا من حقها، وبكلامها بتقول يا جماعه انا بقول بعلو صوتي احنا بناتي ما معاهمش عمام ولا معاهم عمات ولا ليهم دعوه باي حاجه. طبعا الكلام ده واضح على مين، والكلام ده موجهاه لمين؟ موجهاه طبعا لصاصة الراجل المهزأ، وموجهاه لمين؟ لدهية الدواهي. طبعا هم الوحيدين اللي بيطلعوا يتكلموا على بنات حمادة وبيغلطوا فيهم، برغم اني والله العظيم لو جينا قارنا بين شهد ما بين حبيبة، فرق السما من الارض يعني. بصراحة يعني كل واحد يقول اللي يقول عليه، هي دي بنت ودي بنت، واحنا معانا ولاية اساسا يعني. فاحنا لو جينا قارنا بين الاتنين، طبعا في فرق كبير جدا يعني بين شهد ما بين حبيبة اللي بتقرا التعليقات بتاعت اهل عمتها وهم بيتشتموا عادي جدا، وبتضحك على التعليقات وعادي جدا بالنسبة لها، مفيش اي مشكلة. لكن شهد احنا ما بنشوفهاش غير مع امها وابوها في الفيديوهات وبس، ملهاش دعوة اساسا بالبثوث، ولو حتى قاعدة على البث ما بيتدخلوش في الملهمش فيه، هما بيتكلموا مع المتابعين وخلاص. فانهيار هناء قالت بقى ان كنتوا بتقولوا اللي هو قناة المجهول دي بيكتب كاتب بقى على المنتدى بيقول اني هناء دي خربت بيوت وطلقت ناس وهي خربت بيتي، فانا جاي اخد حقي منها يعني. فهي بياخد حق منها في ايه بقى؟ ان هو بيتكلم كلام مش كويس على بناتها، على شهد وعلى البنت التانية. فهم في نفس الوقت يعني برضو المجهول ده منهم فيهم، لان هي حبيبة لما اول ما خدشوا كتب تعليق قالت للناس اللي في الشات عندها ما تحذفوهوش، ده مننا يعني، منهم هم يعني، هم عارفينهم. وباباها وقتها اول ما بيقول لها مين هو ده قفلت الصوت، وراحت بعد كده راح هو مرحب بالقناة، فهو كده معروفة من مين. بس فين المرجلة في الموضوع يعني بجد؟ لما الواحد يشوف بنات يعني بنات اخوه بيتشتموا ويتهزقوا بيهم ويتمسح بيهم الارض، وفي نفس الوقت هو عادي جدا، وفي نفس الوقت يطلع لك يقول لك اولادي بناتي محدش يجيب سيرتهم. بصراحة انا عاجبني المحلاوي في كل اللي بيقوله عليك يا صاصة بجد، والصورة اللي عاملها لك فعلا حقيقي تشبهك، لانك انت فعلا راجل مهزأ. بص شفتي بقى، شفتوا يا حبايبي ان هو ما بيعرفش يطلع للرجالة ازاي يعني؟ شفت المحلاوي بيتكلم عليه وفتح عليه كان بس ازاي؟ معرفش يطلع يرد نهائي، معرفش يطلع يعمل بس مباشر. كل اللي عمله طلع يتكلم في الفيديو، هي ومراته بتعمل فيديو، كمان ما جايبش الكاميرا على نفسه، جايب الكاميرا على مراته. هي دي المرجله بتاعه صاصه، عشان تعرفوا ان هو راجل مهزأ وبتاع الستات، ما بيعرفش يطلع غير يردح للستات بس ويهزأ في الستات ويقول كلام مش كويس للستات عشان هو راجل ناقص. لكن لو هو شخصية محترمة عمره ما يطلع يرد على واحدة ست، ولا عمره ما يروح يشتم واحدة ست. شفت ان هو لما جت الرجالة تتكلم معاك يا صاصة بقيت عاملة زي القطة كده، خلاص ما بقيتش تطلع عشان انت بني ادم مهزأ. المهم وهناء قالت انا يا جماعة اعتبروني انا خرابة البيوت وان انا طلقت الناس كلها. طيب تعالى ونيجي هنتكلم وهنفتح، تعال نقول مين اللي طلق مين من البيت هنا، من الدار يعني، من بيتهم يعني، وخرجوه بمصيبة مين، وانا بعلو صوتي ومش خايفة من حد ومفيش مشكلة بالنسبة لي. بصراحة يا هناء الله يعينكم بجد، الله يعينكم يعني اللي يعني
الضربة لما بتيجي من القريب بتبقى صعبة قوي. قالت لي خلي شهد احسن، تستاهل شهد، لان شهد الوحيدة لما بيحصل اي حاجة بيصعب عليها وتفضل تعيط وبيبقى صعبان عليها ان هما دول اعمامها وعمتها، وان هي مش حابة ان يبقى العلاقات تبقى مقطوعة والكلام ده كله. بتقولي شهد تستاهلي، شوفي يلا اشربي عشان بعد كده حط على قلبك حجر، يعني حط على قلبك حجر بعد كده ما تفكريش في الناس دي وما تحنيش للناس دي، علشان الناس دي هي اللي بتضرك والناس دي هي اللي بتوجعك. وحقيقي حتى الوجع يا جماعة لما بيجي من القريب فعلا بيبقى الوجع صعب جدا. فهو هنا يعني بصراحة مش عارفة، انا مش لاقية كلام اقوله، يعني مهما اوصف الكلام او مهما اجي اقوله، يعني ازاي انتوا اساسا يعني الواحد فيكم بيجيله نوم وينام كده وهو ضميره يعني صاحي، ويقول ان هو عادي جدا. ان طب ما انت زي ما انت بتخاف على بنتك وبتخاف على بناتك، وقبل كده رحتي قلت الحلمية وهددتها انك انت لو جبت سيرة بناتي انا اعمل واسوي فيكي واتكلم. طب انت زي ما بتخاف على بناتك انت ليه ما بتخافش على بنات اخوك؟ ما هو بنات اخوك هم شرفك، بكره وبعده لا قدر الله لو حصلت مع اي حاجه مع بنت هتبقى انت، ما هو انت عمها، ما هو مش هتتبرى منها حتى لو انت اتبريت منها اي انت برضو عمها، فانت راجل مهذب. وبدل ما تخلي بنتك هي ترحب وهي البنت يعني ده، قالت لي على رأيي يعني هناء بتقول ايه الحقد والغل من ناحية بناتي؟ ايه ناحية الحقد والغل من ناحية بناتي؟ بص انا اقول لك بصراحة يا هناء، دايما العين ما بتغيرش غير من اللي احسن منها، وبناتك ما شاء الله عليهم بصراحة الواحد يعترف حاجة ان هم محترمين ومتربيين، فرق السما من الارض من المصيبة اللي اسمها حبيبة. حقيقي يعني بنت عندها 14 سنة بتقول كلام ما يتقالش وبتقرا تعليقات وبترد رد غير لائق، وفاكر نفسه ان هو مربي ومعاه بنات. مربي ايه يا راجل؟ ده انت يعني بجد ولا محصل حتى شرابة خرج، ولكش اي لازمة. انت بس تطلع يكن معلش فين التربية اساسا؟ وانت بتطلع تبقى بنتك قاعدة وتشتم بالام وتشتم بالاعضاء وتشتم بالكلام المش كويس وتقول كلام خارج وتشبه وتقول عليكم ان كنتوا عيلة مفاضيح وان كنتوا عيلة ربنا يفضحكم كمان وكمان. سبحان الله، طلع اللي يمسكك ويعلمك الادب يا مصطفى ما تقدرش تطلع تتكلم. عارف ليه؟ عشان انت راجل منسون. حقيقي انت راجل منسون. لو انت راجل صح حقيقي ما كنتش تطلع تتكلم ولا ترول ولا تعيد على اللي بيحصل ده، لانك انت فعلا حقيقي انت راجل منسون. ففعلا الله يعينك يا حمادة، ويعينك يا هناء، ويعين العيال دي بجد بأمانة، علشان خاطر الابتلاء صعب، وبالذات بصراحة لما يجي من القرايب. الضربة لما بتجيك من أقرب الناس ليك بتوجعك، بتقتلك مش بتوجعك. ففعلا بجد لله الأمر من قبل ومن بعد. كمان قالت هناء انت مشكلتك معايا، انت بتتكلم وتجيب سيرة بناتي ليه؟ مش انت بتقول عليا انا خرابة وخربت كل البيوت انا واهلي هي واهلها؟ يعني الست امها بصراحة ست محترمة جدا هناء، ست جميلة جدا، ست طيبة جدا، ست على الفطرة، يعني زيها زي الست حلمية كده، ست غلبانة، ست طيبة، ست على الفطرة. حد الناس دي يا جماعة اساسا صدقوني هو ده هم دول الخير، هم دول الخير في ده الزمن الجميل والله العظيم. يعني ربنا يدوم طولة العمر لما الناس دي تبقى مش موجودة على الدنيا. الزمن ده خلاص هيموت، هيطلع زمن الاباليس، الزمن اللي استغفر الله العظيم ما فيهوش بركه وما فيهوش خير ما فيهوش اي حاجه كويسه. فلما تيجي تتكلم عن الناس دي على الاقل اتكلم عن حد الشراني هنقول ماشي، يعني انت تتكلم، بس احنا عارفين انا يعني ان بعد الظن اسمي، بس القناه دي مش بعيده عن داهيه خالص. القناه دي مش بعيد عن داهيه خالص، بكل الافعال مش بعيد عن داهيه خالص القناه دي. ففعلا حرفيا القناة دي مش بعيدة عن داهية، لان الكلام ده كله قالته داهية قبل كده، فالكلام ده بيتردد تاني، فالكلام ده هو مش بعيد عنها. القناة دي هتبقى قناة داهية، وخليكم فاكرين كلامي، وان بعد الظن بس خليكم فاكرين كلامي، لان طريقة الكلام دي والكلام اللي بيتكتب دي وبيطلع يقول انا مش قناة مش داهية ولا اولادها عشان ما حدش يظلمها. ده انا شفت ان الست دي اللي هي داهية قال يعني يا ولاد داهية دي المظلومة، وانا قلت ادافع عنها واطلع ان انا ادافع عنها. في الاول والاخر طبعا استحالة انا اصدق حاجة زي كده، والكلام كله اساسا كذب مفيهوش اي حاجة من الصحة. فحقيقي يعني
فهي شكلها كده هتطلع في الاول والاخر ايه، داهيه. المهم قال بيقول ان قال ايه، ان هنا بتقول ان هو بيقول عليا ان انا قال خربت بيوت، وان انا ما شفتش واحده ما خربت لهاش بيتها وطلقت لها بيتها وخربت لها بيتها وطلقتها، وانا واهلي واحنا وحشين ومعاملتنا وحشه مع الناس والكلام ده كله. فهي هنا بتقول انا خربت بيوت وخربت الدنيا كلها وخربت الدنيا كلها، انتوا مالكم؟ انتوا ايه شغلكم؟ ايه واكلكم مننا؟ ايه تعبكم؟ انتوا بتقولوا احنا بنطلع بلايفات، واللايفات احنا اللي بنعمل المشاكل، احنا لينا فترة ما بنعملش لايفات وما بنطلعش. انتوا عشان تعرفوا ان كنتوا اللي بتطلعوا تفتحوا لايفات وتشتموا وتسبوا وتنعلوا، انتوا السبب. انتوا اللي بتطلعوا تعملوا حاجات زي كده، انتوا اللي بتطلعوا تعملوا ايميلات فيك، انتوا اللي بتطلعوا تعملوا قنوات، مش احنا. بتقول انا مش خايفة من حد والناس كلها سمعاني، وكل اللي عاوز يطلع يرد عليا يطلع يرد عليا. طبعا ابو يا جماعة دايما صاحب الحق عينه غليظة، يعني صاحب الحق عينه غليظة، لكن الشخص الملهوش حق ما بيبقاش عينه غليظة، بيبقى عينه مكسورة. ففعلا حقيقي يعني كان رد في الجون منك يا هناء، والله العظيم بجد انا ملومة عليهم ابدا، اللي كان على هناء ولا على حمادة، لان في الاول والاخر ده بنات، ده بناته وده شرفه وكرامته، ودول بناتها وما شاء الله عليهم والله. حتى فعلا حقيقي يعني هي بتقولك اللي فيهم عاوزين يجيبوه في بناتي، اللي فيهم عاوزين يجيبوه في بناتي، عاوزين هم يعملوا الحاجة واحنا اللي نتحمل المسؤولية بتاعتها. وكلامها صح، حقيقي كلامها صح، اللي فيهم عاوزين يجيبوه في غيرهم. وده دليل من الكلام اللي احنا بنتكلم فيه حقيقي، لان فعلا احنا لو جينا قارنا بين شهد ما بين حبيبة، استغفر الله، يعني دي فرق السما من الارض، يعني دي شخصية محترمة ومتربية، والتانية دي والله ما تعرف اي حاجة عن التربية، والله ما تعرف يا مصطفى، ولا عرفت تربي خالص يا مصطفى ولا ربيت. والبت اساسا عينها بجحة، حقيقي عينها بجحة. تقولك ايوه بيقولوا زي عمته، انا يا ريت اجي زي جمال عمته وروح عمته وحبيبه عمته، يعني بتتكلم كلام اساسا اكبر من سنها، كبير عن سنها، اللي هو الكلام اللي هي بتتكلمه ده. ففعلا حقيقي يعني ربي بناتك ولمي حياتك واحترم نفسك. ودلوقتي يا صاصة احنا مش سامعلكش حس من ساعة ما طلع عليك المحلاوي ده، شفت تعرف بس الرجالة يا صاصة، انت والجردل التاني، فاول ما بيطلع الراجل قصادكم تستخبوا على طول، لكن لما تلاقيلك واحدة ست تطلع تعوعو قصادها. المهم حبايبي المتابعين المحترمين، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. قوليلي ايه رأيكم في التعليقات بالموضوع والكلام اللي حصل مع اولاد حمادة، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.